بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. النهارده الحقيقة يوم رائع جدا. اليوم اللي تعودنا نقوم بيه كل سنة، وهو إفطار نقابة صيدلة الفيوم السنوي لصيادلة الفيوم جميعا، سواء يعني مسلمين او مسيحيين، واحنا بنعمل دايما وجبات صيامي عشان بنحترم الاخوه والموده والمحبه اللي بيننا وبين يعني زملاء الصيادله. احنا في الاخر زملاء لمهنه واحده، مهنه يعني بنسعى وبنحاول ان نرتقي بيها الى افضل مكانه. فالنهارده الحقيقه يعني اليوم يوم جميل جدا ورائع. تقريبا حوالي 550 صيدلي بالاسر بتاعتهم، وفي حوالي 80 ضيف من جميع الطوائف، سواء يعني نواب، سواء نقباء، يعني النقباء، يعني نقيب الاطباء، نقيب العلاج الطبيعي، نقيب البيطريين، نقيب العلميين، نقيب المهندسين. ويعني وشرفنا برضو دكتور محي عبيد النقيب العام لصيادله مصر، مع الدكتور ايمن عثمان الامين العام لنقابه الصيادله. واحنا بنسعى الحقيقه ان يكون يوم يعني بيلم جميع الصيادله من كل المحافظات على مائده واحده تشملها الموده والحب والرقي للمهنه. طيب بالنسبه لحضرتك هيكتفي على الافطار النهارده ولا في برنامج للساده صيادله يعني واحنا سهره رمضانيه بنسعى ان شاء الله يبقى في فطار تاني، بس مش عارف لسه ظروف ايه. فان شاء الله تعالى لو في فقرات يعني النهارده، لو الامور طبعا في يعني فقرات تانية ان شاء الله تعالى. انا سامع اناشيد دينيه طبعا اليوم مسابقات للاطفال. اليوم بدا يعني بالقران الكريم، وبدا بالتواشيح، ويعني وبعدين بدا طبعا يعني بالاذان المغرب، والناس فطرت. وانا كان ليا كلمه رحبت بيها بالساده الصيادله ورواد المهنه والساده الضيوف الاعزاء. وعقب كلمتي مباشره كان في طالبه جميله اسمها ياسمين عملت انشاد جميل الحقيقه جدا ممتع. وفي دلوقتي حاليا منشد برضو رائع، برضو الفيوم اصلا هو يعني. وان شاء الله في بعد كده في اسئله دينيه واسئله علميه يعقبها ان شاء الله توزيع يعني جوائز للفائزين. وان شاء الله يعقبها برضو توزيع كل ما هو طفل في الحفله هنوزع له هديه عشان هو امور وحلو. كل سنه وحضرتك كل سنه طيبين، ونتمنى ليكم يعني ربنا يعني يقبلنا، وربنا يتقبل منا ان شاء الله تعالى. شكرا ليكم، كل سنه طيبين.